Hey guys، ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. من قيمة فترة كده كنت عملت فيديو عن العادات او الحاجات اللي انتي لما بتيجي تعوزي تنقصي من وزنك وتخسي بتعمليها، والحاجات دي عادة ما هي بتكون السبب ان انتي وزنك مش بينقص. فانا حبيت النهارده ان انا اوريكوا او افهمكوا اكتر النقطه دي، او ازاي ان انتوا اللايف ستايل بتاعكوا بيخليكوا ان انتوا تخسوا، والخسيه دي تقعد معاكوا وقت طويل قوي، وكمان ما ترجعوش تردوا في الوزن وتفضلوا ان انتوا تخسوا وفعلا جسمكم يبقى حلو، ما يبقاش فيه اي ترهلات. هوريكوا انا عاده باكل ايه في يومي عشان انقص من وزني. anyway، اتكلمت كتير، خلينا ان احنا ندخل في الموضوع ونبتدي بالوجبات. الفيديو هيمشي ازاي؟ همشي كاني لسه صاحيه من النوم، هكلمكم عن كل حاجه بعملها وازاي بختار الاكل في كل وجبه. اول وجبه وهي الفطار. مبدئيا كده انا بحاول ان انا افطر بعد ما اصحى بساعه ونص. انا من الشخصيات اللي يومي بيبتدي بالفطار، بس بحاول في نفس الوقت ان انا اخر الفطار على قد ما اقدر. ليه؟ لان انا بحس ان معدتي بتبقى صاحت اكتر، هتقدر ان هي تهضم الاكل احسن. مثلا لو انا كنت واكله حاجه بالليل، ادي فتره كده ان جسمي ما يبقاش فيه اكل لفتره طويله. يعني نقدر نقول ميني صيام متقطع كده، بس مش اللي هو بحسب الساعات انا اكلت امتى ومفروض يعدي عليا وقت قد ايه قبل ما اكل تاني. يعني بحاول ان انا اخر الوقت كده، بس على قد ما بقدر. يعني زي ما انتوا شايفين، اول حاجه انا مش بحسب انا اكلت امتى وما اكلتش امتى. بعد كده اول حاجه بعملها ان انا بشرب النسكافيه بتاعي. النسكافيه بتاعي بيكون من غير سكر خالص، من غير سكر دايت، من غير سكرين، من غير ستيفيا، من غير اي حاجه خالص. والموضوع ده انا ما وصلتلهوش في يوم وليله، انا الموضوع ده اشتغلت عليه لمده شهور. لان انتوا لو بتاخدوا سكر في اي حاجه انتوا بتشربوها وقررتوا ان انتوا تروحوا من غير سكر خالص، يمكن هتقدروا تعملوها وتلاقوا ان انتوا مش عارفين طعم الحاجة وحش، وتندموا على اليوم اللي انتوا عملتوا فيه دايت. وده اللي بيحصل لما انتوا دايما تروحوا عند الدكتور. اول حاجة بيقولكوا ان انتوا هتشربوا الحاجات دي بس من غير سكر او بسكر دايت، اللي هو برضو بالنسبة لي طعمه مش احلى حاجة في الوجود. فازاي تعملوها؟ زي مثلا انا هقولكوا انا عملتها ازاي. انا كنت باخد 3 معالق سكر في النسكافيه. بدأت اول اسبوع خليتهم معلقتين ونص، فضلت ثابتة على معلقتين ونص ما بين اسبوع لاسبوعين. بشرب النسكافيه بتاعي معلقتين ونص. جيت بعديها باسبوعين خليت ان هما معلقتين، فضلت ثابته كده شويه. ليه بثبت؟ عشان لساني، مخي يتعود على طعم النسكافيه بسكر اقل. لكن مش بواجهه بصدمه كده. احنا كنا بناخد 3 معالق سكر، فجاه النسكافيه بتاعنا هيبقى اكتر حاجه مره ممكن اتعملت في الوجود. فواحده واحده عشان تقدروا ان انتوا تستقبلوا الطعم. فضلت كده لحد ما وصلت نص معلقة. فضلت على نص معلقة شهر اظن، وبعدين قررت ان انا امنع خالص السكر، فبقيت بشرب النسكافيه والشاي بتوعي من غير سكر. وحاليا لو اخدت الحاجات دي بسكر اصلا مش ببقى حابة طعمها، وبالنسبة لي مش بتبقى حلوة، فما بشربهاش الا لو هي من غير سكر خالص. تاني حاجة بقى نيجي على الفطار. الفطار دايما بحاول ان انا افطر حاجة فيها بروتين، فعادة بفطر بيض. اي نوع بيض، بيض مسلوق، بيض مقلي، بيض اومليت، بيض اومليت بالجبنة الشيدر، بيض اومليت بالسلطه. يعني اي نوع بيض بالنسبه لي، عشان ده بيبقى مصدر حلو البروتين، بيشبع وقت طويل. بس اللي بعمله ان انا ما باخدش عيش خالص. انا البيض بالنسبه لي بيتاكل بشوكه والسكينه مهما كان النوع بتاعه. باكله كده كاني قاعده في ريستورانت. وعلى فكرة طعمه بيبقى أحلى مليون مرة. أنا كنت في الأول برضو بستغرب، بعد كده اكتشفت إن فعلا طعم البيض حلو من غير عيش. فانتوا كده وفرتوا النشويات بتاعه العيش، وفي نفس الوقت اكلتوا حاجه تفكوا. لو انا صاحيه بطني مش مستحمله حاجه تقيله زي البيض، عادة ما باكل سلطة جبنة. بعمل سلطة عادية خالص وبحط فيها قطع جبنة، بيبقى طعمها حلو، بتبقى مفيدة وبتبقى بتشبع وخفيفة برضو على البطن. تاني حاجة، اكتر حاجة بتخليكي ان انتي تاكلي كتير وما تعرفيش ان انتي تلتزمي بنظام حياة صحي، هو ان انتي تسيبي نفسك من غير اكل فترة طويلة قوي ما بين الوجبات. فتيجي بين الوجبات تاكلي بقى في الوجبة، تلاقي نفسك بتاكلي كتير، كمية فوق اللي انتي محتاجاها. بتاكلي حاجات مش صحية لان انتي جعانة، فبتحاولي ان انتي توصلي لحاجة انتي حباها. مخك يبدأ يفكر في الاكل كتير. حاولي ان انتي تاكلي سناك كل مثلا 3 او 4 ساعات. انا باجي بعد 3 ساعات اخد سناك. السناك عباره عن ايه؟ برضو كوبايه نسكافيه من غير سكر خالص. وليه باخد نسكافيه او شاي كتير؟ عشان بحسهم ان هما بيسدوا الشهيه. ثانيا الكميه بتاعتهم بتملى البطن، فانتي
بطنك ممليه بحاجات ما فيهاش سعرات حراريه. ثانيا فكره ان انت تاخدي الشاي او النسكافيه بتاخدي وقت ان انت تاكلي الحاجه، ففي نفس الوقت ما اكلتيش بسرعه فتحسي بالشبع. فعادة باخد النسكافيه بتاعي معاه مثلا بسكوتة او 2 بالكتير، سواء اوريو او اي نوع بسكوت تاني، بس هو واحدة 2 بالكتير جدا. وممكن اخد مثلا نص تفاحية بدل البسكوت، ممكن اخد زبادي يوناني بدل البسكوت، يعني حاجة برضو بدل البسكوت. بس let's say عشان انا عندي سويت توث، مش شايفة ان انتي تحرمي نفسك من الحلويات وقت ان انتي تعوزي تنقسي من وزنك، عشان هترجع تترد في صدرك جامد قوي ان انتي بتاكلي حلويات اكتر من اللي انتي محتاجاه. فحاولي دايما طول الفترة اللي انتي بتنقسي فيها من وزنك بتاكلي حلويات كمية قليلة قوي، بسكوتة او بسكوتين في السناك، بتلاقي نفسك ان جسمك شبعتي، مش حاسه ان انتي محرومه من الحلويات، حاسه ان انتي بتاكلي اللي انتي عايزاه. طيب خلصنا السناك، برضو بعد 3-4 ساعات بيجي وجبه الغدا. باكل اي اكل اهلي عاملينه، انا ما بفكرش انا هاكل ايه في الغدا، ومش عامله لهم حاجه معينه او نظام اكل معين لازم ان احنا ناكل بيه. انا باكل اي اكل موجود. الفكره كلها ان انا بعمل نظام الطبق. نظام الطبق ده لو انتوا اول مره تسمعوا عنه، هو ان انتوا تخلوا نص الطبق بتاعكم سلطه، ربع الطبق بتاعكم نشويات مهما كانت النشويات ايه، وربع الطبق بروتين. فكرة ان انتوا اخدتوا نص الطبق سلطة، السلطة بتبقى فيها اقل عدد سعرات حرارية، وكمان من الحاجات اللي بتملى البطن وبتشبع قوي. ربع نشويات معناها ان انتي ما حرمتيش نفسك من النشويات، ف let's say 3 معالق رز، او باي ذا واي طبق معتدل الحجم، مش تروحوا تجيبوا طبق كبير عشان تاكلوا كتير، لا طبق معتدل الحجم خالص. فنص سلطة، نص ربعه نشويات، رز، مكرونة، بطاطس، whatever، والربع التاني البروتين. بتشبعي وفي نفس الوقت الوجبة صحية. تاني حاجة انتي مش بتعملي نظام اكل معين، مش بتحسي بحرمان ان مثلا عيلتك كلها بتاكل اكل معين انتي بتحبيه وانتي مش بتاكليه، ودي بتطبقيها على اي حاجة. مكرونة بشاميل، مكرونه نجرسكو، نص الطبق سلطه، ربع نشويات، ربع بروتين. هتلاقي نفسك ان انتي بتاكلي اي اكل قدامك. روحتي مطعم عايزه تاكلي، تقدري ان انتي تاكلي كده. طلعتي مصيف عايزه تاكلي، بتقدري تاكلي نفس الكميه بنفس الطريقه، عمر ما وزنك هيزيد، وتقدري ان انتي تخسي كمان في المناسبات دي. نيجي بقى على الوجبه اللي بعد كده، برضو كمان 3-4 ساعات باخد سناك تاني، عاده برضو ما بيبقى كوبايه شاي، عشان بالليل بقى بحاول اقلل النسكافيه، في كوبايه شاي ومعاها برضو لو نص تفاحه باكل نص التفاحه التاني، لو اخدت واحدة بسكوت اخد واحدة بسكوت بالليل، برضو حاجة سويت كده تحسسني ان انا اخدت ديزرت بعد الاكل. usually ده كده الاكل بتاعي، ما باكلش عشاء usually again. بس ساعات ببقى مثلا الاكل كان خفيف قوي على الغدا، او ساعات جوعت لاي سبب إن كان فبعوز اتعشى. العشاء بالنسبه لي بيكون تركي، التركي سلايسز، وباكله من غير عيش، باكله بشوكه وسكينه. وليه بقول بشوكه وسكينه مش اتيكيت وحركات بقى وكده ان انا ابان كلاس، لا الشوكه والسكينه بتخليكي ان انتي تاخدي وقت وانتي بتاكلي، تقطعي الحاجة، تاخديها بالشوكة، تاكليها في بقك. ليه تاخدي وقت وانتي بتاكلي؟ لان جسم الانسان كده كده بيحس بشبع بعد 20 دقيقة. اكلتي كتير اكلتي قليل، بعد 20 دقيقة هتحسي بشبع. فانتي لما تاكلي بالراحة هتاكلي كمية اقل وتحسي بشبع، على عكس ان انتي تاكلي كمية كبيرة بسرعة فهتلاقي نفسك ان انتي جعانة، ما حسيتيش بشبع، عمالة تكتري الكمية. فدي حاجة تحطيها في دماغك ان انتي دايما تاكلي بالراحة. انا بقى من الحاجات اللي ساعدتني ان انا باكل بشوكه وسكينه، باكل اخد الشوكه، افضل قاعده امضغ الاكل كويس جدا، بلاقي نفسي ان انا باخد وقت، شبعت، ما اكلتش كتير، وبس كده. هو ده كده يومي، ده كده اكلي. ممكن تبدلوا التركي بزبادي يوناني، ممكن تبدلوا التركي بفول، باي نوع بروتين انتوا بتاكلوه، بس كميه قليله، مش كتيره، من غير عيش. حاولوا ان انتوا تقللوا العيش، خاصة لو انتوا عندكم سويت توث زي وبتضطروا ان انتوا تاكلوا في السناكس، عايزين تاكلوا بسكوت او حاجة، لان دي نشويات اوريدي. واحنا كده كده بناخد نشويات في الاكل، لان احنا بناخد ربع نشويات على حسب النشويات اللي موجودة، يعني مش حارمين نفسينا من النشويات. بس العيش بحس ان هو من الحاجات اللي تقدري ان انتي تاكليها كتير، بتزود السعرات الحرارية كتير، فدي اسهل حاجة ان احنا نبعد عنها. وبجد يا جماعه الاكل بيبقى طعمه احلى من غير عيش، دي معلومه. بعدين بتاكلوا اي حاجه، اي حاجه موجوده في البيت، مش بتعملوا لكم اكل معين، مش بتحسوا ان انتوا عايشين في حرمان عشان تنقصوا من وزن.
اي حاجه موجوده عندكم في البيت بتقدروا ان انتوا تاكلوها وبتبقى مناسبه. فيا رب يكون الفيديو ده اداكم افكار تقدروا ان انتوا تختاروا اكلكم ازاي من غير ما تديكوا اكلات معينه تاكلوها. بس غير كده حاولوا ان انتوا دايما ان اكلكم ما يبقاش فيه دهون كتير. هتخسي بالراحه، بس 99% من الناس اللي بتخس بالطريقه دي وزنها ما بيزيدش، بتفضل قاعده طول عمرها بنفس الجسم. بتقدر ان هي تنقص اي وزن هي اكلت كتير في سفرية، اكلت كتير في عزومة، اكلت كتير في اي حاجة. بتقدري ان انتي ترجعي لنظام حياتك الطبيعي، بتلاقي نفسك وزنك بينقص تاني. فبتلاقي نفسك ان انتي على طول محافظة على وزنك، ودي نظام الحياة بتاع كل الناس الصحية. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم امتعكم. اكتبولي في التعليقات عايزين تشوفوا نوعية فيديوهات ايه. بحاول اعمل فيديوهات اللي انتوا بتحبوها وبتستفادوا منها، فياريت تكتبولي. و thank you so much ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.